سؤال ولا لا دكتور أيمن معنا وكيل وزارة البحر الأحمر صحة دكتور أيمن قداري يلقي الضوء على مستشفى القصير المركزي. هو بالنسبة للمستشفى القديم احنا عندنا مستشفى جديد ان شاء الله هتفتح في خلال ان شاء الله 3-4 شهور اللي جايين. مستشفى متكاملة جدا كل الاشياء موجودة. نطمع من الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ان احنا على اول 7 يكون المستشفى بتتعمل بإذن الله. بالنسبة للمستشفى القديم كل التخصصات الحرجة موجودة في الجراحة متواجد، البطن متواجد، أطفال، تخصص النساء، تخصص عظام، تخصص التخدير موجود. في يمكن بيانات أنا اديتها لحضرتك البيانات بتاعت الإنجاز بتاع السنة اللي فاتت وعدد العمليات اللي تمت والأشعاعات والتحاليل اللي اتعملت في خلال 2012. ده بيبين ان في تخصصات موجوده وان في ناس شغاله. في حضرتك بعض المواطنين بيقولوا حضرتك يا دكتور ان في بعض التخصصات غير موجوده. ايه الاسباب؟ في اسباب ماليه؟ التخصصات اللي غير موجوده اللي هي بتبقى التخصصات الخاصه زي مثلا تخصص الجلديه، زي تخصص الرمد، زي تخصص النفسيه والعصبيه. يمكن اول حد تعرف ان احنا ان شاء الله في خلال الفتره اللي جايه هنودي من الغردقه عندنا كل يومين هنودي تخصص نادر. يعني ان شاء الله ممكن هيكون من الاسبوع الجاي هنبتدي بالرمد. 2 اطباء رمد هيروحوا. اتفقت مع مدير مستشفى الغردقه ومدير مستشفى القصير ان في 2 اطباء رمد هيروحوا ياخدوا يومين هناك اقامه كامله في القصير وهيكشفوا على كل الحالات. الفتره اللي بعدها مثلا بيومين 3 هيروح حد جلديه، حد نفسيه وعصبيه، حد انف واذن، ويجهز حالات ممكن تتعمل العمليات ان شاء الله. ده لسد العجز في التخصصات النادره اللي موجوده. التخصصات النادره دي هي نادره على مستوى الجمهوريه والاعداد بتاعتها قليله على مستوى الجمهوريه، زائد ان التحديد المادي اللي موجود مش المغري الكافي ان هو يخلي الناس تسيب اماكنها ومستشفياتها وتيجي عشان تشتغل هنا. ولكن احنا بنحاول على قدر الامكان ان احنا نسد العجز حتى عن طريق القوافل الطبيه. الوزاره تفضلت مشكوره وبتبعت لنا قوافل طبيه كل اسبوع. دلوقتي اسبوع مثلا دكتور بطن بيجي اسبوع كامل متكامل موجود، دكتور مسالك، دكتور جراحه، دكتور اطفال بيقعدوا في مستشفى غارب، مستشفى سفاجه، مستشفى القصير. وان شاء الله الفتره اللي جايه برضه احنا هنحاول نزود في اعداد الاطباء اللي جايين. لكن بالنسبه للتخصصات النادره ان شاء الله من الاسبوع الجاي القصير وسفاجه وغارب هيتم التخصصات النادره هتبقى بالتوالي هتطلع من مستشفى الغردقه ان شاء الله. مشكله الاضراب حضرتك الموجوده حاليا من الممرضات وفي الاداره الصحيه في القصير حاليا. الاضراب اللي موجود هو اضراب من الاداره. الحمد لله حتى الان المستشفى ما فيهاش اضراب. ده من نعم ربنا علينا لان المستشفى متفاهمين للوضع. احنا حتى الان مش متفاهمين ما هو سبب الاضراب. يعني احنا حتى الان مرتب، حوافز، كل مخصصات الماليه لغايه شهر 3 اللي هو يستحق استحقاق الصرف بتاعه متوفره داخل مستشفى القصير او داخل اداره القصير. سبب الاضراب ان هم عايزين تبقى تعزيز البنود لشهر 4 و5 و6 وده كلام غير منطقي. هي القصه كلها ان انا لما بيجيني الشهر استحقاق صرفه احنا بنصرف، وزاره الماليه بتمول، وزاره الماليه بتعزز لنا البنود. لكن لا يصح ان انا من يوم 10 لا ما فيش حاجه تعزيز حاليا دلوقتي من وزاره الماليه. ان وزاره الماليه بتعزز، يعني وزاره الماليه بتعزز شهر بشهر، احنا بتعزز لنا شهر بشهر كل القرارات مش القرار ده كله. لكن ما فيش منطق بيقول ان انا من يوم 10/3 اضرب عن العمل عشان شهر 4 و5 و6 فلوسه لسه ما جاتنيش. المفترض اذا كان عندك شهر 3 موجود انا شغال، لكن 4 و5 و6 يوم يجي استحقاق 4 او 5 او 6 مفيش فلوس، من حقي ان انا اطالب بحق. لكن مش من حقي ان انا اطالب بحق لسه ما فيش حق. طب حضرتك نرجع للمستشفى القصير ثاني. الباعة الجالين حوالين المستشفى حضرتك يا دكتور، والاسوار اللي بتعلق دلوقتي الباعة الجالين يعلقوا الهدوم والقماش والكلام ده كله والقمامه اللي حواليها. بالظبط. مستشفى القصير والقصير لا يعني جزء من كل جزء من مصر. احنا بنعيش في الفتره اللي فاتت دي فتره من عدم يعني في شويه دراع وفي شويه تجاوزات كتير خالص. فده احنا جزء من كل. مجلس المدينه تفضل مشكورا اكثر من مره ان هو يشيل الباعة الجائلين ثاني يوم بيرجعوا وهكذا. فالقصه كلها هي منظومه متكامله ان شاء الله نطمع في الفتره اللي جايه انها كلها تتظبط ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اعطينا الضوء على المستشفى الجديده. المستشفى الجديده ده صرح طبي ان شاء الله هيبقى يعني على مستوى البحر الاحمر، يعني اكبر مستشفى على مستوى البحر الاحمر، فيها كل التخصصات، فيها كل الاجهزه موجوده. ده تسليم مفتاح يعني تجهيز من الوزاره. هي بقوه 62 سرير، فيها كل التخصصات ان شاء الله هتبقى موجوده. هيبقى نظام الافتتاح هيكون شهر كام؟ نتمنى من الله يكون في اول 7 باذن الله. هي مخطط لها انه يكون في اول 7. نتمنى، هي شركه شغاله دلوقتي، نتمنى من الله انها تخلص على اول 7. هل هتوفرها حضرتك يا دكتور الاطباء ويحافز للطبيب
عشان يقيم، ولا ده مشكلة الوزارة أو مشكلة المالية أو مشكلة محافظة؟ هو نطمع من الله ان شاء الله في اول 7 فيه هيتزامن مع تطبيق الكادر الجديد للفئات الطبيه، فده هيكون فيه تحفيز وهيبقى فيه حافز قوي ان الناس تيجي للقصير او تيجي للبحر الاحمر من اطباء من تمريض من الفئات المعاونه. فنتمنى ان الاثنين يعني يتوائموا مع بعض وتبقى في نفس الوقت افتتاح المستشفى الجديد زائد الكادر الجديد بتاع الفئات الطبيه، ان شاء الله الاثنين يعني يكونوا نهضه للجنوب البحر الاحمر ككل ان شاء الله. إن شاء الله. نشكر الدكتور. شكرا.